أهلاً بيكم. النهاردة هنتكلم في موضوع بيمس ناس كتير مننا. يا ترى إيه السر النفسي اللي بيخلينا ساعات نحس إننا محبوسين عند مستوى مالي معين حتى لو دخلنا زاد؟ هنتكلم عن حاجة اسمها السقف المالي وإزاي نقدر نكسره. يلا بينا نبدأ. هل حد قبل كده لاحظ إنه أول ما فلوس زيادة بتدخل جيبه فجأة كده بتتبخر كأنها بتسيح وتختفي من غير ما نحس؟ بيجي إحساس غريب إن الواحد واقف مكانه عند رقم معين ومش عارف يتخطاه مهما حاول. الأعراض دي ممكن تكون مألوفة جداً لكتير مننا. فجأة تلاقي مصاريف طارئة طلعت من تحت الأرض، قرارات شراء غريبة لحاجات مش محتاجينها خالص، مشروع كان شكله واعد جداً وفجأة فشل من غير سبب منطقي، والنتيجة في الآخر واحدة، بنلاقي نفسنا رجعنا لنفس الرقم اللي كنا عنده بالظبط، كأن في حبل خفي بيشدنا لورا كل ما نحاول نطلع لقدام. النقطة المهمة هنا بقى واللي ممكن تكون مريحة إن ده مش سوء حظ ولا قلة تدبير، دي في الحقيقة ظاهرة نفسية معروفة، نمط بيتكرر، والأهم من كل ده إنه ممكن يتفهم ويتغير. وحسب بعض الدراسات الظاهرة دي بتحصل لنسبة كبيرة جدا من الناس، ممكن توصل ل 80%. طيب خلينا ننتقل للتفسير العلمي للموضوع. إزاي عقلنا اللي المفروض إنه بيحمينا بيتحول أحياناً يبقى هو السجان اللي بيمنعنا من التقدم المالي؟ المفهوم المحوري هنا اسمه حد الأمان المعرفي. ده مصطلح استخدمه عالم النفس توماس كورلي في كتابه عادات الأغنياء. معناه ببساطة شديدة هو أقصى مستوى الفلوس عقلك الباطن متعود عليه وبيعتبره آمن. أي مبلغ أو مستوى أعلى من الرقم ده العقل بيترجمه على طول إنه خطر وتهديد. منطق العقل الباطن بيبقى واضح والصريح، بيقول لنفسه ده اللي نعرفه، ده المألوف ليا، خليني هنا أحسن. عقلنا مبرمج على مبدأ واحد أساسي: الأمان أولاً وقبل أي حاجة تانية. الأمان أهم من الوفرة. فلو الدخل الجديد ده مش متسجل في نظام تشغيل بتاع دماغك كمنطقة آمنة، دماغك هتعمل أي حاجة عشان ترجعك تاني للمكان اللي هي حافظاه. طيب إزاي العقل بيفرض الحد ده؟ بيستخدم أساليب تخريب ذاتي ذكية جداً. تلاقي فجأة بيخليك تسوف وتأجل، يخلق جواك قلق وتوتر ملهمش أي مبرر، يخليك تفقد تركيزك ويشجعك على صرف الفلوس بشكل متهور على حاجات ملهاش أي لازمة. كل ده عشان هدف واحد بس، يجبرك ترجع لمنطقة الراحة المالية بتاعته. يا ترى أي سلوك من دول بيفكرنا بحاجة؟ تمام، بعد ما فهمنا أصل المشكلة خلينا ننتقل للحل. هنتكلم دلوقتي عن الحالات الذهنية والشعورية اللي بتجهزنا لاستقبال الوفرة. وده مش مجرد كلام عن طاقة وخلاص، لأ، ده مرتبط بشكل مباشر بسيكولوجية الاستحقاق والوفرة اللي العلماء بيتكلموا عنها. في 3 حالات ذهنية أساسية لازم تكون موجودة. أولاً حالة الاستحقاق، وده إحساس داخلي حقيقي ومستقر إن واحد يستاهل الوفرة دي، مش مجرد أمنية عابرة. ثانياً حالة الاتساع، إيمان ويقين داخلي إن في أكتر ممكن حتى لو الظروف الحالية شكلها ضيقة. ثالثاً حالة الحركة، ودي مش مجرد الشغل بجهد أكبر وخلاص، لأ، دي الحركة بذكاء ووعي، والفرق بين الاتنين كبير جدا. لكن عشان الحالات الذهنية دي تشتغل صح في شرط أساسي لازم يتحقق الأول. لازم يكون في مساحة فاضية لاستقبال الفرص دي، وهنا بيجي دور اللي بنسميه قانون الفراغ، وهو مرتبط بشكل مباشر بالسعة العقلية والنفسية بتاعتنا. الموضوع ببساطة لما العقل بيبقى مليان ومشغول بعلاقات بتستنزفنا وعلق مستمر ومهام تافهة ملهاش قيمة وضغط نفسي، ببساطة مش بيبقى فيه أي مكان فاضي لاستقبال أي فرصة جديدة. دي فكرة معروفة في الاقتصاد السلوكي اسمها سعة العقل، كأن الرزق الجديد جاي يخبط على الباب بس مش لاقي مكان يدخل منه، لأن كل طاقتنا ومساحتنا الداخلية مليانة على آخرها. كتير مننا بيملى الفراغ ده بحاجة اسمها الانشغال المضلل، يعني أنشطة شكلها من بره شغل ومجهود لكن في الحقيقة مفيش أي نتيجة حقيقية بتطلع منها. الهدف هو إننا نتحول من الحالة دي للحركة الواعية، يعني خطوات صغيرة ومركزة بتؤدي لنمو حقيقي وملموس. في 4 عوائق أساسية بتمنعنا إننا نخلق الفراغ ده في حياتنا. أولاً لما بنتحرك بدافع الخوف من الفقر مش من رؤية للوفرة. ثانياً لما كل تصرفاتنا وطاقتنا بتبعت رسالة للعالم كله إننا في حالة نقص واحتياج دائم. ثالثاً لما بنكون مشغولين طول الوقت بمهام ومسؤوليات مش بتاعتنا أصلاً. ورابعاً لما يكون عندنا سقف استحقاق داخلي مقفول بيخلينا نرفض أي فرصة أكبر من اللي تعودنا عليه. ودلوقتي نيجي للجزء المفضل عندي، الجزء العملي. هنقدم مجموعة تمارين بسيطة لكن فعالة جداً، مصممة مخصوص عشان تساعدنا نكسر السقف المالي ده ونعيد برمجة عقلنا الباطن. أولاً حدد سقفك المالي. امسك ورقة وقلم واكتب الرقم اللي لما بتفكر فيه بتحس إنه كتير قوي عليك. مجرد كتابته هتخليك تواجه الحد الحقيقي بتاعك. ثانياً اخلق فراغ.
لمدة 72 ساعة بس شيل حاجة واحدة من حياتك، ممكن تكون عادة سيئة أو شخص بيستنزفك أو تطبيق بيضيع وقتك، وشوف إيه اللي هيحصل في المساحة الفاضية دي. ثالثاً، خد خطوة واعية واحدة كل يوم. كل يوم اعمل حركة صغيرة واحدة بس تقربك من هدفك المالي، ممكن تكون مكالمة لشخص أو تتعلم مهارة جديدة أو تراجع ميزانيتك. المهم هي الخطوة الواعية نفسها مش حجمها. مجرد خطوة صغيرة كل يوم بتعيد برمجة العقل على الحركة الإيجابية. وهنا بنوصل للتحول الفلسفي الأهم في الموضوع كله. في مقولة بتقول إن الفلوس مجرد مراية، هي مش بتعكس إحنا عملنا مجهود قد إيه، لكن بتعكس إحنا بقينا مين من جوه. لو جوانا قلق وتوتر هتعكس قلق وتوتر، لو جوانا إحساس بالاتساع والوفرة هتعكس اتساع ووفرة. وده بيوصلنا للسؤال الأخير اللي هنسيبه مفتوح للتفكير. يا ترى الفلوس في حياتنا دلوقتي بتعكس لنا إيه عن حالتنا الداخلية؟ الإجابة الصادقة على السؤال ده ممكن تكون هي بداية الطريق لكسر السقف المالي ده للأبد.